بيان إلى الرأي العام باسم اتحاد المرأة الشابة في منبج وريفها. ندين ونستنكر التهجمات التي تحدث في شمال وشرق سوريا، ولم تتوقف منذ بداية الأزمة من قبل الفاشي التركي ومرتزقته الذي يطمع في احتلال الأراضي السورية، ولكن بعد منعه من تحقيق رغباته وطموحاته بدأ بزعزعة الأمن والاستقرار. وكما شاهدنا الهجومات التي تحدث على جبال كردستان كجبل آفاشين وزاب وماتينا لتوجيه ضربة لنضالنا من أجل كسر إرادتنا نحو الحرية والعيش المشترك. والآن ورغم هجماته لن نمل ولن نكل من التصدي له، ونثبت وقوفنا كمرأة شابة جانب قوتنا العسكرية المناضلة في الجبال التي تحارب هذا العدوان، بأننا لن نسمح له بأن يتعدى قضية الأمة الديمقراطية. وأما عن ما أصدرته المحكمة العراقية في محافظة الموصل بقرار إعدام الشباب الأربعة الأزيديين بأنه قرار سياسي بذهنية داعش الإرهابي ولا علاقة له بالعدالة، فإن كانت العقلية والفهم القانوني للدولة بهذا الشكل، وإذا حمت حقوق بعض المكونات وتجاهلت حقوق البعض الآخر، فهذا يعني بأن الدولة قد فقدت حياديتها. ونحن من هنا نطالب الحكومة العراقية والمجتمع الدولي التراجع عن هذا القرار على الفور والبدء بمرحلة جديدة تحت إشراف المنظمة الدولية وتحرير هؤلاء الشباب الأبرياء من الإعدام حتى يتمكنوا من العيش بحرية. وإننا كمرأة شابة وبوقفتنا هنا نثبت للعالم أجمع أننا يد بيد لمنع أي عدو الدخول لأراضينا وزعزعة الأمن والاستقرار، وإننا لن نسمح بأن يظلم أي بريء من أي مكون كان. تسقط الفاشية التركية. تسقط. لا للاحتلال التركي. لا. نعم للعدالة لا للظلم.